صباح الفل، صباح العسل على أجمل متابعين في الدنيا كلها. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ كل سنة وانتوا طيبين. خلاص يا جماعة كده، في ناس خلصت امتحانات يا بختيهم. احنا لسه هنبتدي بقى من يوم السبت اللي جاي ان شاء الله، علينا وعليكم بخير يا رب. ربنا ينجح ولادكم يا رب بحق جاه النبي، وتفرحوا بيهم ويستركم دنيا واخره. يلا يا حبايب قلبي حطوا لايك للفيديو، واللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك ويفعل علامه الكل عشان يوصل له كل جديد. تعالوا بقى النهارده يا جماعه الجو جميل جدا. درجة الحرارة النهاردة 30، هتفضل بقى كده لحد يوم التلات اللي جاي. حلو جدا. عايزة اقول لكم يا جماعة، امبارح واول امبارح كان الجو صعب قوي قوي، لدرجة ان احنا اصلا ما كناش طايقين بعضينا، يعني قاعدين احنا التلاتة في البيت مش طايقين بعضينا. وكل شوية نشغل التكييف وكل شوية نشغل المبردات ومش عارفة ايه، وربنا بقى يرحمنا برحمته. بصوا بقى يا جماعة، انا عندي هنا البلكونة، اما كنتش كل يومين كده امسكها اعملها زي ما انتوا شايفين كده. العصافير مبهدله لي الدنيا. الريش بتاعها يا جماعه من كتر ما هو ايه بيبقى كتير وبيقعد يطير، بيخش لي جوه على السجاد. فهنا طبعا كل يومين كده ولا حاجه اروح ايه شايله الفرشه وشايله كل الحاجات اللي انتوا شايفينها دي واكنسها، وساعات امسحها بصراحه وساعات اطنش. عايزه اقول لكم الموضوع كمان مش ريش وبس، لا ده البواقي بتاعت الاكل بتاعتهم بتقع في الارض. طبعا دول حبايب شريف. يعني عايزه اقول لكم ان كان عليا العصافير دي، انا يعني ايه كنت زمان احبها بصراحه. بعد كده خلاص ما تعرفوش بقى، هي كانت هوايه كده عندي لفتره معينه، وبعد كده بقى عايزه اقول لكم ان ايه شريف حبهم معرفش ازاي برضو. وان كان عليا والله عايزه ان انا اوزعهم في اي حته، بس طبعا دول ضيوف وحبايب قلبه ما اقدرش ان انا ايه اطردهم. اطردهم واوديهم فين؟ انا كان عليا عايزه افتح باب الشقه اقول لهم امشوا من هنا، بس هعمل ايه؟ يلا الحمد لله يا جماعه. المهم هنا قلت الم التراب كده والريش بدل ما يدخل لي جوه اعمله كده بالمكنسه. وهنا قلت ايه حطيت شويه كلور كده في الميه، قلت المعها كده اديها تلميعه. عايزه اقول لكم ان انا يعني اهم حاجه عجباني في اليوم كله ان النهارده الجو حلو، لدرجه ان انا زي ما انتم شايفين كده واقفه في الشمس مش عايزه اسيبها، حاساها كده ايه. مش هقول لكم بقى مدفيانه عشان مثلا احنا في الشتاء ولا حاجه، لا بس حلوه. انا حاسه ان انا بدي الجسم يا جماعه فيتامين د، وانا اصلا عندي نقص فيتامين د. فالجو كان جميل قوي عجبني قوي. حتى انا عماله اقول لشريف ايه النهارده الجو جميل يا شريف، تخيل كده لما يبقى ايه السنه كلها الجو يبقى حلو كده. يا طبعا انا كنت قايله لكم من كام يوم ان انا عندي بطاطين وعايزه اغسلها، وعندي الحاف برضو كنت عايزه اغسله لان لونه عشان اصفر بيتوسخ يا جماعه بسرعه قوي. فعايزه كده احطه في الغساله اديله دوره. هو طبعا ايه خفيف على الغساله يعني مش تقيل. فمش عارفه بقى والله يا جماعه ابتدي امتى، انا اصلا مكسله عليهم قوي. هو انا بعملهم هما بياخدوش في ايدي حاجه، بس ايه الموضوع موضوع ان انا ايه كسل مش اكتر. وفي واحده بقى ايه خفيفه كده بتقول لي ايه يا اختي ما انت اللي خلاكي بتودي السجاد الدراي كلين، طب ما تودي البطاطين. رحت انا رديت عليها قلت لها لا مش للدرجه دي، هو انا يعني ما اتكسحتش، انا السجاد عندي عشان كتير وتقيل فبوديه للمغسله. فالبطاطين يا جماعه انا عندي طشت كبير كده، انتوا ممكن تكونوا شفتوه قبل كده، ده بقى انا بحطه تحت الحنفيه واروح ايه حاطه البطانيه وايه ما اقولكوش بنزل عليها بخليها زي الفل. المهم زي ما انتوا شايفين كده السور بقى كان عندي مليان تراب والحبال، بقى لي كذا يوم ما نشرتش. كنت بنشر كده الغسيل على الانتريه يعني. فهنا قلت لا احطه بقى كده في الشمس شويه بما ان يعني الجو حلو. اصلا انا كان هاين عليا يا جماعه اللي انا ايه استنوا كده لما اعدل نفسي، الجو هنا حر في الاوضه دي. بصوا يا جماعه انا هنا كان هاين عليا اللي انا ايه ما اعملهاش بصراحه، ما اعملش بالفوطه والميه. انا كنت عايزه اجيب كده جرده الميه واقعد ادلق بقى على الحبال، وبصوا اغرق الدنيا ميه. بس انا قلت احسن حد يكون في الشارع، طبعا اللي هيتغرق مش هيسكت هيشتمني وانا اجيب لي نفس الكلام ليه. بصوا انا هنا عماله ببص اشوف الميه رايحه فين، فقلت لا انا اعمله كده بالفوطه وخلاص واحترم نفسي يعني. فهنا بقى جبت اللحاف اللي هو اصلا المفروض يتغسل، بس انا قلت ايه احطه كده في الشمس ساعه كده ولا حاجه لحد لما اقرر انا هعمله امتى. لان انا يا جماعه يومي بسنه، انا بطيئه اقول هعمل الحاجه وما بعملهاش، افضل مأجلاها لفتره.
فقلت لا انا هحطه كده في الشمس شويه. بقالي اصلا فتره كبيره قوي يا جماعه. عارفين على ايام زمان كنا نطلع البطاطين والمخدات، دلوقتي محدش بقى بيعمل كده، بس انا كمان الجو عجبني فحبيت ايه يعني، قلت اطلعه كده شويه في الشمس. خلاص المهم زي ما انتوا شايفين كده خلصت الدنيا دي كلها، مسحت الارض، بصوا خليت الارض زي الفل. والفرشه بقى اللي انا كنت حطاها على الارض دي انا قلت ايه المره دي مش هغسلها، انا كل مره باخدها احطها في الغساله، المره دي قلت هنفضها وافرشها على طول. هنا بقى انا جايبه كوبايه الميه دي، كنت لسه اقول لكم كوز زي ما شريف جوزي بيقول الكلمه دي على طول، اقعد اقول له ايه كوز دي اسمها كوبايه. فاللي بيعيب يا جماعه بيبقى معيبه. هنا جعانه وبقول لروان ايه يا روان انا عايزه اكل اي حاجه. قالت لي يا ماما افتحي التلاجة كلي لك حته بطيخ. عايزه اقول لكم يا جماعه البطيخه دي طلعت زي العسل، اول مره في حياتي اكله اللي هو الاصفر ده. انا طبعا بحثت عنه على النت يعني كده بفتكره ليه اسم، اتاري ان هو اسمه بطيخ اصفر بس ملوش اسم تاني. فعشان يعني لما اجي اقول للراجل عليه ما بقاش عبيطه كده ومش عارفه انطق اسمه. فالمهم ايه هنا المبرد كان عايز ميه، عايزه اقول لكم كل يوم لازم احط له ميه مرتين. شريف بيقول لي يمكن يكون بيبخر الميه. معرفش يعني ايه يبخر الميه، بس المهم ان هو كل يوم كده لازم ازوده كام كوبايه ميه عشان يعني يشتغل حلو، لانه لو الميه ناقصه فيه بيعمل صوت عالي، لو انا حطيت له ميه الصوت بتاعه بيوطى وبيهدى. خلاص هنا بقى بفضي الغساله عشان الكوتشي بتاع شريف خرج بيه، عنده كده كوتش ابيض. وعايزه اقول لكم الكوتشيات البيضه دي يا جماعه رخامتها في ايه بقى، ان انت تغسليها كل خروجه يعني. فهو خرج بيه مره واحده بس وقال لي اغسلهولي، حطيته له في الغساله. قلت كده شغل عليه دوره يعني عشان ينضف. خلاص وهنا المطبخ زي ما انتم شايفين شكله ما يسرش يا جماعه ولا عدو ولا حبيب يا خرابي. كل شويه ادخل اغسل في المواعين انا وروان لما خلاص الواحد زهق. الدنيا بقى كانت مكركبه بعد ما اتغدينا. طبعا النهارده ما عملت لهمش اكل، قضيناها اي حاجه وخلاص من البيت، جبن وبطاطس وحاجات زي كده. وهنا زي ما انتم شايفين قلت اروق المطبخ الرخامه يعني. بيني وبينكم اصلا الارض عايزه تتمسح، بس انا قلت مش دلوقتي خليها بالليل اخلص بس اللي ورايا كده واريح شويه وكده. فقلت بس اعمل الرخامه الاول كده بالليفه والصابون. عايزه اقول لكم يا جماعه الليفه اللي هي الخشنه دي انا بقيت بصراحه ربنا بقيتش استغنى عنها، بقيت ان انا بستخدمها كسلكه، بس طبعا مش للحمام يعني. بتنضف بصراحه ربنا زي السلك بالظبط، كمني فيها البتاع بتاعتها خشنه. خلاص فهنا الميكروويف بقالي فتره برضك ما شلتوش وعملت تحتيه. هنا قلت اما المع كده تحتيه بالليفه واروح مسحه الصابون وخلاص. بقالي كتير قوي يا جماعه ما شلتش المطبخ ده، مش عارفه ليه كده، ما بقتش احب ان انا من ساعه ما الرخامه اتكسرت البتاعه بتاعتها اللي من ورا دي، ما بقتش احب اشيل المطبخ، بدلق كده ميه بالجردل من تحتيه وانضف وخلاص. هنا بقى خلصت لمعت كده الرخامه بفوطه مبلوله وحطيت بقى كل حاجه في مكانها وتعالوا بقى عشان نغسل شويه مواعين. عايزه اقول لكم يعني الحوض لما بيتروق الدنيا بتروق يا جماعه والله. يعني انا ما احبش ان انا لما اجي انام بالليل خلاص بقى غسلنا مواعيننا وعملنا كل حاجه خلاص داخله انام، ما بحبش يا جماعه اخلي معلقه في الحوض، دايما احب ان انا اخليه رايق كده، بحس كده يا جماعه ان انا نفسيتي مستريحه. فالمهم زي ما انتوا شايفين مطرح بقى مكلنا ودي لبنة اللي كان فيها اللبن. وايه تاني ما اسمهاش لبانة، هي اسمها المهم ودول شوية مواعين زي ما انتوا شايفين، وكوبايات الشاي بلبن على كوبايات اللي كنا بنشرب فيها قهوة على كده يعني. خلاص والبراد بالمرة قلت اخده كده يعني فم نظافة، مع انه والله ما بيبان فيه نظافة يا جماعة. بصوا النوع بتاع الاستانلس ده عايزه اقول لكم من الغالي الحلو الجميل. طبعا انا مش فاكره انا كنت جايباه بكام. مين عايزه ايه يا روان؟ انا عملت مصيبه. عملت ايه يا روان؟ استنوا يا جماعه لما اشوف روان عملت ايه. خير يا روان قولي. هي وصلت للدرجه دي بتوقفيني عن التسجيل عشان خاطر موتي دبانه؟ طب وحياه امك لما اخلص لا هوريكي. شفتوا يا جماعه البت؟ المهم يا جماعه زي ما انتم شايفين هنا هنا قربت اخلص اهو. انا طبعا مسرعه لكم الفيديو عشان خاطر ما يطولش عليكم واخلص بسرعه يعني. خلاص والبوتاجاز كان الحمد لله كان نضيف، وبس انا هي كانت المواعين بس يعني اللي عامله ازمه، وحسيت كده ان المطبخ مش يعني شكله وحش،
بصراحه الحوض لما بيبقى متروق الدنيا بتبقى بحسها كده ايه، حلوه كده وكده يعني، طبعا انتوا فاهميني. المهم بصوا بقى زي ما انتوا شايفين كده خلاص خلصت. وكنت طبعا المفروض ان انا ايه، كان عندي بقى التلاجة كانت محتاجه شويه طلبات، وكنت عايزه برضك انزل اجيب قوطه عشان خاطر العيد، كل سنه وانتم طيبين، يعني اخزن كده كام كيلو علشان خاطر مش وقتك بتاع الانابيب. هو في ايه يا جماعه النهارده يا جماعه؟ لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. هو انا عندي يعني كام كيس كده حلوين في الفريزر، بس ايه انا مش عايزه اجي جنبيهم، فهنزل كده اجيب لي مثلا 3 4 كيلو، يعني ايه يبقوا سترة ليا في العيد وكده. طبعا انا ما اعرفش اذا كانت هتغلى ولا لا، هو انا كنت جايباها اخر مره من كام يوم كانت ب10 جنيه، حلوه. فهنزل كده ايه اتشملل واجيب كده كام كيلو اعملهم صلصه واخليها ايه في التلاجة. خلاص هنا بقى قلت اما اعمل الخلاط، يعني هو ما كانش ليه نفسي يعني، واعمل الحوض وكده يعني خلاص. فيلا يا حبايب قلبي انتظروني في الفيديو اللي جاي. ما تنسوش بقى يا جماعه تحطوا لايك، اكتبوا لنا كده كومنت حلو ودعوه حلوه من قلبكم. يلا يا حبايبي تصبحوا على الف خير.